في أسوان سنة 1889 اتولد طفل بسيط اسمه عباس محمود العقاد. والده كان موظف صغير في الحكومة، وأسرته ما كانتش غنية، كانت بسيطة، لكن من صغره كان عنده ولع بالقراءة. ما كملش تعليمه للآخر، خد الابتدائية وبس. لكن هنا تبدأ الحكاية. العقاد قرر يكون نفسه بنفسه، كان بيقرأ كل كتاب يقع في إيده، في الدين، الأدب، الفلسفة، التاريخ، وحتى العلوم. اتعلم لوحده لغات زي الإنجليزية والفرنسية والألمانية. ما كانش بيقعد يوم من غير قراءة 10 ساعات أو أكتر. وكان يقول أنا ما عنديش راس كبير، أنا عندي مكتبة في دماغي. في بداية القرن العشرين القاهرة كانت بتغلي بالسياسة والثقافة. العقاد دخل عالم الصحافة، كتب مقالات نارية عن الحرية والسياسة، ما خافش من حد. كان واحد من اللي أسسوا مدرسة الديوان الأدبية مع إبراهيم المزني وعبد الرحمن شكري. المدرسة دي رفعت شعار الشعر لازم يعبر عن الوجدان، مش يكون مجرد زخرفة وقوالب قديمة. كان ثورة أدبية جديدة كسرت كتير من الجمود اللي كان موجود. العقاد ما كانش مجرد أديب، كان مفكر موسوعي. كتب عن التاريخ الإسلامي في سلسلة ضخمة بعنوان العبقريات: عبقرية محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، عبقرية عمر رضي الله عنه وأرضاه، عبقرية علي رضي الله عنه وأرضاه. وكتب كمان عن المسيح عليه السلام، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وكل كتاب فيهم مش مجرد سيرة، كان تحليل نفسي وفكري، بيقدم الشخصيات كأنها عايشة قدامك. وفي السياسة وقف ضد الاستعمار وضد الملك فؤاد، واتسجن بسبب مقالاته. كان عنده جملة مشهورة قالها لما اتسجن: يدخلوني السجن بقرار، لكن ما يقدرش حد يدخل عقلي. العقاد كان عنده شخصية حادة وصريح لدرجة الجرح، ما كانش بيجامل حد، وده خلاه يدخل في صدمات مع كتير من الكتاب والشعراء. لكن محدش قدر ينكر إنه واحد من أعمدة الفكر العربي في القرن العشرين. كتب أكتر من 100 كتاب في الأدب، الفلسفة، السياسة والدين، وحتى في قضايا المرأة. كان بيكتب مقاله الأسبوعي وكأنه معركة فكرية. العقاد عاش حياته كلها أعزب، وقال إنه لم يجد امرأة تصلح أن تشارك حياته الفكرية، وكان شايف إن الزواج ممكن يسرق منه وقته للقراءة والكتابة. رحل العقاد سنة 1964 عن عمر 75 سنة، لكنه ساب وراه تراث ضخم، تراث لمفكر لم يدخل جامعة، لكن الجامعات دلوقتي بتدرس كتبه. قصة العقاد بتقول لنا إن التعليم مش شهادة، إنما عقل بيبحث وإرادة ما بتتهزش. العقاد كان بحق جبل من الفكر، مفيش ريح هزته، ومفيش عصر قدر يطفي نوره.